شركة طيران كسرت جيتار سعره 35 ورقة المغني مشهور، ومن طالبهم بتعويض الشركة رفضت، بس المغني حب ينتقم منهم. ديفيد كارول مغني كندي وكان برحلة على خطوط ايرلاند يونايتد، فواحد من الركاب قال له انه شفت موظف النقل شمر جيتار، ومن وصل المغني اكتشف انه هذا الجيتار اللي انشمر هو جيتاره وانكسر، بس ما كان عنده وقت يحكي ويا شركة الطيران لان كانت عنده حفلة بنفس اليوم، فراح الاقرب محل حتى يصلح الجيتار وكلف 12 ورقة للتصليح. فثاني يوم تواصل ويا شركة الطيران حتى ياخذ منهم تعويض، بس الشركة رفضت، قالوا له المفروض انه انت تحكي ويانا بنفس اليوم. قرر ديف ينتقم منهم وسوى اغنية وحكى بها كل التفاصيل وملايين الناس سمعوها. ولما شركة الطيران شافت الضجة اللي صارت اتصلوا بديف واعتذروا منه وقالوا له حنعوضك بالمبلغ بس بالمقابل امسح هاي الاغنية. رد عليهم ديف وقال لهم اسف بس كان المفروض تحكون وياي بنفس اليوم. تخيلوا من وراء هاي الأغنية أسهم الشركة نزلت 10% وخسروا أكثر من 180 مليون دولار. فشنو رأيكم بهذا الانتقام؟ ولايك وفولو بدربكم. باي باي.